بيزوروا قرايبهم، واحد اتكتب له سرة رحم والتاني لا. اتنين بيناموا نفس عدد الساعات، واحد بيصحى وهو واخد ثواب والتاني لا. طب ليه كده؟ فرق ما بينهم آية واحدة بس، واحد طبقها وعاش بيها والتاني لا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني إيه؟ يعني حاجة اسمها الاحتساب. إيه هو الاحتساب؟ إنك تستحضر نيتك قبل أي عمل مهما كان صغير أو كان دنيوي، حتى لو كان أكل أو شرب أو نوم، أي حاجة مهما كانت صغيرة. وده كان من أفعال الصحابة. الفرق بين المحتسب حياته لله واللي لا غير الأجر. المحتسب حياته مهما ضايقته الناس في عمله هيتقن فيه، لأنه عامله عشان خاطر ربنا. ما يفرقش معاه الناس بقى عرفت إنجازاته ولا لا، هو نيته الثواب ورضا ربنا وبس. يعني بالفعل صلاته وعبادته ونسكه وحياته ومماته لله رب العالمين فقط. جرب تحتسب كل فعل وتخليه لله، حتى إنكار المنكر والأمر بالمعروف. اعمل كل حاجة